يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبداية مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية. ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الثانية في البطولة مع أندية صن داونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني والهلال السوداني. وسيلتقي النادي الأهلي مع الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت القادم 18 فبراير في 3 عصرا بتوقيت القاهرة 4 بتوقيت السعودية وقطر على ملعب الهلال، وستذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورت القطرية. وتم تأجيل مباراة النادي الأهلي في الجولة الأولى أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية. وفاز فريق صن داونز على الهلال السوداني في الجولة الأولى لدور المجموعات بهدف دون مقابل. وسيغيب مدافع نادي الهلال الطيب عبد الرازق عن مباراة فريقه القادمة أمام الأهلي بعد تعرضه للطرد في مباراة صن داونز الأخيرة. كما سيغيب خالد عبد الفتاح عن مباراة الأهلي القادمة أمام الهلال السوداني بعد تعرضه للطرد المباشر في مباراة فلامينغو البرازيلي في كأس العالم للأندية.